هناك أصناف من الناس لا تفهم الرحمة إلا ضعفا، ولا ترى في اللطف إلا فرصة للتمادي. كلما اقتربت منهم أكثر أخذوا أكثر، كلما سامحت تجرؤوا أكثر، ثم تستيقظ يوما لتكتشف أنك استنزفت طاقتك، وقتك، قلبك، وحتى احترامك لنفسك. القسوة هنا ليست ظلما، وليست قطيعة بلا سبب، بل هي حزم واع وحدود واضحة، وصمت في المكان الذي لم يعد للكلام فيه قيمة. القسوة أحيانا هي أن تقول كفى، ألا تشرح كثيرا، ولا تبرر قرارك، ولا تقنع من لا يريد أن يفهم. القسوة هي أن تحمي قلبك قبل أن يتحول طيبك إلى ندم، وأن تجعل كرامتك خطا أحمر لا يساوم عليه. ليس كل من ابتسم لك يستحق قربك، وليس كل من بكى أمامك صادق النية. بعض الناس لا يتغيرون بالدعاء لهم ولا بالصبر عليهم، بل يتغير سلوكهم فقط حين يدركون أنك لم تعد متاحا للأذى، حين يفهمون أن لك حدا، وأن تجاوز هذا الحد له ثمن. رحمتك نعمة فلا تهدرها على من يسيء استخدامها. قوتك ليست في احتمال الأذى، بل في اختيارك الواعي لمن تسمح له أن يبقى في حياتك. أحيانا القسوة هي عين الحكمة. نحن نخطئ حين نظن أن اللطف مفتاح يصلح لكل الأبواب، وأن حسن النية كاف لتقويم كل النفوس. الحقيقة المؤلمة أن بعض الناس لا يفهمون اللين على أنه خلق، بل يترجمونه ضعفا، ولا يقرؤون الرحمة إلا كفرصة للتقدم، خطوة إضافية على حسابك. أنت تبتسم، تتغاضى، تعذر، وتقول في نفسك لعله يتغير، لكن الأيام تمضي والسلوك يزداد سوءا، وأنت وحدك من يدفع الثمن. هناك شخصيات لا تحترمك لأنك طيب، بل تحترمك فقط حين تشعر أنك قادر على المنع، على الرفض، على قول لا دون ارتباك. هذه النفوس لا تضبط بالود بل بالحدود. كل مرة تسكت فيها عن إساءة صغيرة يتعلم الطرف الآخر درسا واحدا فقط، أن هذا الحد قابلا للكسر. ومع تكرار الصمت يصبح التعدي عادة، ويصبح احترامك أمرا اختياريا. اللطف حين يكون بلا وعي يتحول إلى استنزاف بطيء. تبدأ تشعر بثقل في صدرك، بتعب لا تفهم سببه، بضيق كلما اقترب هذا الشخص منك. طاقتك تسحب، ووقتك يهدر، ومشاعرك تهمل، ثم تلام أنت لأنك حساس أو تضخم الأمور. والحقيقة أنك لم تضخم شيئا، بل تجاهلت كثيرا أكثر مما ينبغي. ليس المطلوب أن تتحول إلى إنسان قاسٍ القلب، ولا أن ترد الأذى بالأذى، بل أن تفهم أن بعض العلاقات لا تدار باللين وحده. الحزم هنا ليس قطيعة فجائية، بل وضوح. أن تظهر منذ البداية ما تقبله وما لا تقبله، وأن تغلق الباب فور أول تجاوز بدلا من تركه مواربا، لأن الباب الموارب يدخله الأذى بصمت ثم يستقر. بعض الناس لا يتغيرون بالدعاء لهم ولا بالصبر عليهم، بل حين تتغير أنت، حين تتوقف عن التبرير وعن منح الفرص بلا حدود، وعن إنقاذهم من نتائج أفعالهم. عندما يدركون أنك لم تعد سهل الوصول، وأنك لم تعد مستعدا لدفع الثمن نيابة عنهم، يبدأ الميزان بالاعتدال أو تنتهي العلاقة، وفي الحالتين أنت الرابح. القسوة المقصودة هنا ليست رفع الصوت ولا الإهانة ولا الانتقام، هي برود واع، مسافة محسوبة، ردود مختصرة وحدود واضحة. هي ألا تسمح لأحد أن يتجاوزك باسم الطيبة، ولا أن يستهين بك لأنك صبور. الصبر فضيلة نعم، لكنه لا يمارس مع من يتعمد الأذى ويصر عليه. تذكر احترامك لنفسك يعلم الآخرين كيف يعاملونك. إن كنت تقلل من شأن حدودك فسيقللون منها، وإن كنت تتراجع كل مرة حفاظا على الهدوء فسيدركون أنك أنت من سيتنازل دائما. الهدوء الحقيقي لا يأتي من ابتلاع الألم، بل من إيقاف مصدره. ليس كل من في حياتك
يستحق النسخة اللطيفة منك، هناك من يستحق الرحمة، وهناك من لا يصلح معه إلا الوضوح الحازم. وحين تختار الحزم مع من لا يفهم إلا هذه اللغة فأنت لا تخالف الأخلاق بل تحميها، لأن الطيبة حين تداس تفقد معناها، أما حين تصان فتصبح قوة. أحيانا يكون أقسى قرار هو أكثره رحمة بنفسك، وأحيانا يكون اللطف الحقيقي هو أن تقول توقف هنا. كثيرون يخلطون بين القسوة والحزم فيظنون أن كل شدة ظلم وأن كل حزم قسوة في القلب، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. القسوة التي تدمر هي تلك التي تنبع من الغضب أو الرغبة في الإيذاء. أما الحزم فهو موقف أخلاقي واع نابع من احترامك لنفسك قبل أي شيء آخر. الحزم ليس صراخا ولا تهديدا ولا انتقاما، بل وضوح لا يترك مساحة للتلاعب. الحزم يعني أن تعرف أين تقف وأن تعلن هذا بطمأنينة، أن تقول ما تقابله وما ترفضه دون اعتذار زائد ودون خوف من خسارة من لا يحترمك أصلا. الفرق الجوهري أن القسوة تهدف إلى كسر الآخر، بينما الحزم يهدف إلى حماية نفسك. القسوة تشعرك بالذنب بعد انتهائها، أما الحزم فيمنحك راحة داخلية حتى لو كان القرار صعبا. في كثير من العلاقات نلجأ إلى اللين المفرط لأننا نخاف أن نوصف بالقسوة، نخاف أن يقال عنا تغير، أصبح صعبا، لم يعد كما كان، فنختار الصمت ونتجاهل الإشارات ونؤجل المواجهة. لكن ما لا ننتبه له أن كل تأجيل هو رسالة غير مباشرة للطرف الآخر بأن ما يفعله مقبول أو على الأقل بلا عواقب. الحزم لا يعني أن تشرح نفسك 100 مرة، أحيانا يكفي موقف واحد واضح، كلمة واحدة في وقتها قد تغني عن خطب طويلة. المشكلة ليست في أن آخرين لا يفهمون، بل في أننا نكثر الشرح حتى نضعف الرسالة. من يحترمك سيفهم من أول مرة، ومن لا يحترمك لن يفهم ولو عدت الكلام 1000 مرة. حين تضع حدودك بهدوء قد يفاجأ البعض، قد يحاولون اختبارك أو اتهامك بالقسوة أو اللعب على مشاعرك. هنا تحديدا يظهر الفرق بين الحزم الحقيقي والتراجع. إن تراجعت مرة واحدة بعد أن وضعت حدا فأنت لا تعود إلى نقطة الصفر فقط، بل ترسل رسالة أخطر، أن حدودك قابلة للكسر بالضغط العاطفي. الحزم ليس قطيعة دائمة بالضرورة، لكنه شرط الاستمرار صحي. بعض العلاقات لا تحتاج إلى إنهاء بل إلى إعادة ضبط، إلى قواعد جديدة تعيد التوازن. ولكن إن رفض الطرف الآخر هذه القواعد فالمسافة هنا ليست قسوة بل نتيجة طبيعية لعدم الاحترام. من علامات الحزم الناضج أنك لا تشعر بالحاجة إلى تبرير قرارك للجميع، تشرح مرة واحدة لمن يستحق ثم تمضي. لا تدخل في جدالات طويلة ولا تدافع عن حقك أنه خطأ، لأن من يعرف قيمتك لا يحتاج إلى إقناع، ومن لا يراها لن يراها مهما فعلت. الحزم يعلمك أن السلام الداخلي لا يأتي من إرضاء الجميع بل من عدم خيانة نفسك، أن تختار راحتك دون شعور بالذنب، أن تفهم أن قول لا أحيانا هو أعلى درجات الصدق، وأن اللطف حين يكون على حساب كرامتك يتحول إلى عبء لا عبادة. وحين تمارس الحزم بهذا الفهم تكتشف شيئا مهما، أنك أصبحت أخف، أهدأ وأكثر صفاء، لأنك لم تعد تحمل أوزار تجاوزات الآخرين، ولم تعد تسأل نفسك ليلا لماذا قبلت؟ لماذا سكت؟ لماذا سمحت؟ الحزم يختصر هذا كله بجملة واحدة تقولها في وقتها وتحمي بها قلبك طويلا. كثير من الناس لا يبدأون بالإيذاء الكبير بل بتجاوزات صغيرة تكاد لا ترى، كلمة قاسية تمر بلا تعليق، تصرف غير لائق نبرره بالضغط أو التعب، إهمال بسيط نقول عنه ليس مهما. نحن نظن أننا نحتوي الموقف بحكمتنا، لكن الحقيقة أننا نزرع بذرة التمادي بأيدينا. لأول مرة تسكت فيها عن تجاوز أنت لا تحمل علاقة بل تعلم الطرف
الآخر أن هذا الحد يمكن عبوره. التمادي لا يحدث فجأة بل يتدرج، يبدأ باختبار رد فعلك. هل ستعترض أم ستصمت؟ هل ستضع حدا أم ستبحث عن عذر له؟ وإن وجد الصمت تقدم خطوة أخرى، ومع كل خطوة يصبح الرجوع أصعب، لأنك في نظره رضيت بما حدث سابقا. وهنا تقع في فخ مؤلم، إما أن تستمر في السكوت فتخسر نفسك، أو أن تتكلم متأخرا فتتهم بالمبالغة. أخطر ما في السكوت عن التجاوزات الصغيرة أنه يربكك أنت، تبدأ تشك في مشاعرك، تقول ربما أنا حساس، ربما أسأت الفهم، ربما علي أن أكون أوسع صدرا.